في ايه؟ مالك بتبصلي كده ليه؟ هتصورني ولا ايه؟ سبحان الله، اللي يشوفك يقول انك من هنا مش من الحته التانيه، لانك شبهنا، مش شبه الناحيه التانيه خالص. بس اول ما لسانك بينطق اجارك الله. لساني ده بقى اللي انت بتموت فيه، جوه الشغل وبره الشغل. طب وبعدين؟ وبعدين في ايه؟ تتجوزيني يا مارو؟ لا ده انت مصمم تبوظ القعده بقى. انا ملاحظه ان انت عمال تزودني في المرتب، وكل شويه هدايا وفسح. وعارفه كويس قوي انك بترمي على الحته دي. لعلمك انا بتكلم بجد جدا المره دي. خدت اذن اهلك الاول؟ ولا هتاخدني من ايدي تأنججني وتوديني عندهم عشان يقلوا من كرامتي ويقللوني ويبصوا لي من فوق لتحت زي المره اللي فاتت؟ ولا نسيت؟ يا ستي طز في اهلي واحنا صغيرين. المهم انت عايزه ايه؟ قولي لي. انا مش عايزه اتعشم تاني. العشم ده بيقتلني. انا عشت اوحش فتره في حياتي، كانت نكد عليا انا وبنتي، وخدت وقت كتير قوي عشان اعرف ارجع البرنامج. وقلت اللي بينا هيبقى شغل وبس، ومش انت وبس على فكره، انت وكل الرجاله، لان كلكم ملاعين زي بعض. على فكره مروه، انا خلاص خدت من اهلي موقف في حاجات كتير جدا. مش معقوله انا مدور محطه مهمه وطويله عريضه زي دي ومش عارف اطلع من اهلي واستقل بحياتي الشخصيه. وبعدين يا ستي احنا هنخسر ايه؟ ادينا هنجرب. والله جوازنا نجح يبقى هايل، ما نجحش اكيد يعني مش هنجرجر بعض في محاكم الاسره. مين قالك؟ قلتي ايه؟ جرايه كامل، عايز نرد عليك دلوقتي حالا يعني؟ لا مش دلوقتي حالا، النهارده بالليل نخرج ونسهر سوا وتقولي لي. بكره الصبح مسافر دبي، نفسي اركب الطياره، انا مبسوط. اتفقنا؟ ايه؟ ايه؟ هروح الحمام.